اهلا بيكم من جديد في قصه ملحميه تاريخيه قمه في الاثاره والتشويق. اسمع الفيلم للاخر واستمتع بالفيلم. يلا بينا. بيبدا الفيلم بست شايله طفل صغير وبتكون مصابه بسهم في ظهرها، والظاهر كده انها بتهرب من حاجه، وفعلا بتبقى بتهرب من الحراس دول، بس بتقدر انها تستخبى منهم، لكن بتهجم عليهم وبتقتلهم وبتكمل مشي، بس بتقع في الميه. لكن قبل ما بتغرق بترفع الطفل وبتقول لازم الطفل ده يعيش عشان ينقذ امه وينتقم لابوه ويرجع عرش مهشمطي، وبترفع الطفل وبتقول يعيش بهبالي، وبعدها بتموت وهي رافعه الطفل. وتاني يوم اهل القريه دول بيشوفوا الطفل، فواحد منهم بينزل الميه وبياخد الطفل، والست بتشاور على الشلال ده وبعدها بتموت. ولما بيطلع لهم بيه الست دي بتاخده، وبعدها بيلاقوا الحراس اللي الست قتلتهم، وبيلاقي نفق بيودي لقمه الشلال، فجوزها بيفهم انهم لازم يرجعوا الطفل ده، بس مراته بترفض وبتأمرهم يقفلوا النفق، وبيقفلوا النفق بحجاره عملاقه. وبعد سنين كتير بيبقى الطفل كبر وبيسموه شيفا، وبيقول لامه انه عايز يطلع عند الشلال، بس امه بتقول له في فوق وحوش بتاكل الاطفال، بس ما بيسمعش كلامها وبيبقى مصمم يطلع عند الشلال. وامه لما بتقفشه بيقول لها مش هيطلع تاني، بس برضه بيرجع يطلع، وبيفضل يطلع لحد ما بيوصل للحته دي، وبيحاول ينطها بس بيقع، واصحابه بيقولوا له الحق امك، وامه بتبقى عماله تحمل الاله ده، وبتقول للراهب نفسي ابني يبطل يطلع الشلال، فبيروح لامه وبيقول لها بطلي تحمل اله، بس الراهب بيقول لها لازم تحمل اله 120 مره. فشيفا بيتضايق وبيكسر الصنم وبيشيله، والراهب بيندهش من قوته، وشيفا بيرفع الصنم على كتفه وبيفضل ماشي بيه، والقريه كلها بتبقى في حاله ذهول. وبيروح عند الشلال وبيحط الصنم وبيقول لامه كده الصنم هيستحمل الابد، وامه بتفرح بيه وبيفضل يرقص. بس مره واحده بيقع قناع من فوق الشلال تحت رجليه، فبيشيله وما بيبقاش عارف هو جه منين، وبيفضل يتامل في القناع، وبالصدفه بيحطه على الرمل، واما بيشيله بيترسم مكانه وش بنت، ولما بيكمل الرسمه بتطلع بنت جميله، فبيروح جري على الشلال عشان يقابلها، وبيطلع على الشلال وبيتخيلها عند الحته اللي ما كانش عارف ينطها، وبيتخيلها بتقول له تعالى، فبيتشجع وبيقدر يعدي، وبتفضل تظهر له وبيفضل يجري وراها لحد ما بيوصل لقمه الشلال، واول ما بيقرب لها بتختفي، فبيروح يدور عليها وبيشوفها بتجري وبيبقى اسمها افانتيكا، وبيشوف حراس بيجروا وراها بس بيتحدف لها سيف، وبتقدر تخلص على كل الحراس، وشيفا بيبقى مندهش من قوتها. ومره واحده بتلاقي سلسله في رقبه واحد من الحراس، وبيقول لها كانت مع واحد منكم مسكناه في مملكتنا، كان عايز يحرر الملكه ديفا فقتلناه، فبتتضايق وبتقتله بالسيف، وشيفا بيفضل مراقبها، وبتدخل المكان ده، واما بتدخل للزعيم بتاعهم بتقول له دي ليه بيستشهد، وبتديله السلسله، فبيتضايق وبيقول ملكتنا ديفا لازم تتحرر حتى لو متنا كلنا، ودي بتبقى الملكه ديفا، وبيقسموا كلهم على تحريرها وبيرفعوا اسلحتهم وبيلبسوا كلهم اقنعه، وشيفا بيكون لسه بيراقبها. وافانتيكا بتقول في محارب من مدينه مهشمطي اسمه قطبه ممكن يساعدنا، بس الزعيم بيقول لها قطبه خاين، وده بيكون قطبه وبيكون بيبارز تاجر سيوف، وبيهزمه وبيكسر له سيفه، وتاجر السيوف بيندهش من قوه قطبه. وبالليل افانتيكا بتروح للبحيره دي وبتحط ايديها في الميه، بس الشيفا بيجي وبيرسم لها على ايديها، ولما بتصحى بتفتكر ميعاد الزعيم وبتروح على هناك، وبيبقى بيختار حد يروح يحرر الملكه ديفا، وبيختار افانتيكا، فبتروح للزعيم وبيلبسها شارة الابطال، بس بيقول لها اوعي تفشلي عشان لو فشلت هيقتلوكي. وبنشوف مدينه مهشمطي وافتراء الحراس على الشعب وتعذيبهم ليهم، وده بيبقى قصر بالا ملك مدينه مهشمطي، واللي بيبقى بيستعد عشان يصارع التور. وابو بيجالا بيقول للوزير ابني يقدر على 10 تيران مش تور واحد، والتور بيهجم على بالا، وبالا بيسخن له وبيمسكه من قرونه وبيسيطر على التور وبينيمه على الارض، والكل بيفرح، بس التور بيطير الحراس وبيجري على بالا، وقطبه بيضرب التور بس بيرميه بعيد، وبالا بياخد باله وبينط على التور وبيضربه على دماغه والتور بيموت، وبيجالا بيفرح بابنه، وبالا بيروح لقطبه عشان ضحى بنفسه لانقاذه، وبيقول له اطلب مكافأة، فقطبه بيقول له حرر الملكه ديفا انت حابسها بقالك 25 سنه، فبالا بيطلب سيفه وبيديهوله، وبيقول له اقتلها وكده تبقى حررتها اعظم تحرير في الحياه، وبيقول له ما تقدرش خلاص سيبني بقى اعذبها، وبيبقى حابسها هنا وبيخرجها، وبالا بيقول لها هعذبك عشان فضلتي عني، ولو رجع الزمن هقتلك تاني، وبيسيبها ويمشي، وبتلم اغصان الشجر وبتجمعه في المكان ده. وبالليل قطبه بيجي لها وبيقول لها الوقت مناسب ان اهربك، بس بتقول له ابني جاي وهيحررني، فبيقول لها ابنك مات ومش جاي، فبتتعصب وبتقول له ابني عايش وهيجي، والمحرقه اللي بعملها دي هيحرق فيها الحيوان بالا وهيرجع عرش مهشمطي تاني. وشيفا بيبقى لسه بيدور على صاحبه القناع، وفجاه بيترمي عليه سهم، وبتطلع هي وبيبقى مش عارف يكلمها، وبتيجي من ظهره وبتقول له عايز مني ايه، فبيقول لها بحبك، فبتتضايق بس بيمسكها
وبتقوم له تاني وبتجري وراه، بس بينط في الهوا وبيقطع لها لبس المحارب وبيشيله خالص، وبترجع بنت عاديه وبيفك لها شعرها وبتتحول لواحده تانيه وبيغسل لها وشها من التراب وبتفرح لما بتشوف نفسها وبيوريها القناع، فبتقول له ده بتاعي وقع مني عند الشلال، فبيقول لها انا طلعت الشلال عشان اشوف البنت الجميله صاحبه القناع، فبتتاكد انه بيحبها. وتاني يوم بتفتكر المهمه بتاعتها وبتمشي بسرعه، بس بيترمي عليها شبكه والحراس بيمسكوها، والحارس ده بيبقى هيقتلها بس شيفا بيضربه وبيضرب ده في وشه وبيخنق زعيمهم وبيبعد افانتيكا وبيرمي زعيمهم وبيوقع ده من على الحصان وبيرمي الحصان على الباقي وبيتبقى اخر واحد. بس اول ما بيشوف شيفا بيركع قدامه وبيقول له سامحني يا مولاي، وشيفا بيبقى مش فاهم حاجه وبياخد افانتيكا وبيهرب، بس بيهجم عليهم حراس كتير والحارس بيرمي عليهم حبل فبيوقع افانتيكا، فشيفا بيجري عليها وبيقعدها في مكان امان وبيزق الصخره دي بيوقعها عليهم وكلهم بيتزحلقوا في التلج والجبل الكبير ده بينهار، فشيفا بيخلع جزء من الشجره دي وبيحط افانتيكا فيه وبيركب معاها وبيفضلوا يجروا وينطوا من فوق الجبل وبينزلوا في حته امان، وبتعرفوا افانتيكا انها كانت رايحه تنقذ الملكه ديفا، فبياخد منها السلسله وبيلبسها وبيقول لها انا معرفش مين ديفا بس هحررها عشان خاطرك، وبيركب حصانه وبيروح للقصر وبيوصل وبينط في الميه وبيدخل جوه، وديفا بتحس ان وصل البطل اللي مستنياه بقالها 25 سنه وبتقول ابن باهوبالي وصل، وبيبقوا بيعملوا تمثال للملك بالا و1000 راجل بيشدوا عشان يثبتوه وبيبقوا مش قادرين وكلهم بيقعوا والتمثال كان هيقع منهم، بس شيفا بيجي وبيمسك الحبل والناس بتطمن وبيشد التمثال لوحده وبيقوم الراجل ده ووشه بيبان، فالراجل بيقول باهوبالي والمدينه كلها بتقول باهوبالي وبالا بيتضايق وديفا بتفرح وكتبه وكل الناس بيفرحوا، وديفا بتبص لبالا بانتقام وبيبقى عينه في الارض وخايف، والست اللي لقت شيفا بتبقى بتعيط عشان سابهم وبيدخلوا النفق اللي قفلوه من زمان. في الوقت ده افانتيكا بتعرف الزعيم ان شيفا راح مكانها وكتبه بيطلع سيف باهوبالي وبيقول حتى هو ميت الناس لسه بتحبه. في الوقت ده بالا بيقول حسيت ان تمثال باهوبالي هو اللي اتنصب، وباهوبالي بيبقى قاعد لهم فوق الاسد وبيبص على الملكه ديفا وبيبص على بوابه الخروج من القصر وبيبدا تنفيذ الخطه، وبيلاقي حراس ماشيين فبيدخل وسطهم وبيروح للملك بالا، وبالا بيقول مين اللي قال اسم باهوبالي، فكلهم بيخافوا يتكلموا بس شيفا بيقول انا شفته وبيوقع النار على بالا وبيهرب، وبالا بيقول لهم عايزه عايش، وشيفا بيجري والحراس بيجروا وراه وبيروح لديفا وبتفرح لما بتشوفه، والحراس بيجوا من وراه بس بيرمي ده على القفص الحديد وبيطير ده من ورا ظهره وبيوقع الاتنين دول، وديفا بتبقى فرحانه والامير بيطلع وبيقول لهم اطلقوا صفارات الانذار، وشيفا بيجيب العربيه وبياخد ديفا وكتبه بيشوفهم فبيركب حصانه وبيروح لهم والامير بيقول له عايزينه عايش، وكتبه بيصفر الحراس البوابه فبيسمعوا الصفاره وبيرموا كور قش كبيره وبيولعوا فيها، بس شيفا بيعدي منهم عادي وبيخرج من القصر، لكن وهو ماشي الامير بيبقى عامل له فخ وبيوقعوا فيه وبيضربوا على دماغه وبياخدهم للمكان ده، وشيفا لما بيفوق بيلاقيهم مسلسلين ديفا فبيتضايق والامير بيعذبها وبيضربها، فشيفا بيغضب وبيضرب اللي مكتفه وبيشيله وبيرميه على الشجره وبيوقع الامير وبيوقع دول على بعض وبيرمي ده على الارض وبيكسر سيف الامير وبيمسكه من رقبته وبيخبطه في الشجره وبيرميه في الارض وبيبقى هيهرب، بس بيمسكه من رجله وبيبقى هيموته، بس كتبه بيبعده وبيقول للامير واجبي هو حمايتك وبيبعده، بس شيفا بيوقعهم وبيكسر سيف كتبه وبيضربه برجله وبيرجع للامير وبيخنقه، بس كتبه بيضربه على دماغه وبيجري عليه بس بيضربه برجليه، وافانتيكا بتيجي ومعاها شعب مهشمطي وبيفرحوا لما بيشوفوا الملكه ديفا، بس بيجوا حراس عشان ياخدوها فبينزلوا عشان يضربوهم وبيبقوا طلعوا من النفق وبيندهوا على شيفا، وكتبه بيشوف سيف باهوبالي وبيقول للحصان تعالى، فبيروح له باهوبالي بيشوف السيف فبيجروا الاتنين عشان ياخدوا السيف، بس شيفا هو اللي بيلحق ياخده وبينزل على الامير وبيطير راسه، فكتبه بيتضايق وبيجري يموت شيفا، بس اول ما شيفا بيلف وشه كتبه بيتصدم وبيوقع الرمح وبيركع قدام شيفا وبيقول باهوبالي والناس بتركع لشيفا حتى افانتيكا وشعب مهيمطي، وكتبه بيفرح وبياخد رجل شيفا وبيحطها على راسه، وكتبه بيشكر سانجا انها انقذت شيفا وبيروح لشيفا وشيفا بيبقى متضايق وبيقول له انا مين ومين الناس دول، فكتبه بيقول له انت ابن بطلنا باهوبالي والملكه ديفا تبقى امك واستنتك 25 سنه وانقذتك الملكه الام وانت طفل صغير، وبيقول له لازم تعرف ان من 50 سنه فاتت كان ملك مهشمطي هو جدك فيجرام، وبيجالا كان اخوه الكبير بس ما بقاش الملك بسبب اعاقته، ولما جدك فيجرام مات امك ولدتك وماتت، ومرات جدك بيجالا
نضجالة زعلت على موت امك وحبت ابوك، واكتشفت ان عنده قوة جبارة وقررت تربيه مع عمك بالا، وعملتهم هما الاتنين زي بعض وما فرقتش بينهم، وعلمتهم القتال. وابوك كان متواضع وبياكل مع الحراس، ولما كبر بقى محارب شجاع والناس حبته. وعمك بالا كان قوي زي ابوك بس كان مغرور جدا، والملكة سيفا كانت محتارة تخلي مين فيهم الملك. في الوقت ده الراجل ده خدع الحراس وقتلهم وسرق اسرار مدينة مهشمات العسكرية، والحارس راح عرفهم. فابوك وعمك راحوا يجيبوا الخاين ده، وابوك كان بيلهي الناس وعمك بيدور عليه، بس الخاين مرة واحدة بيظهر وبيهرب منهم وبيروح للمكان ده، بس بيجيله عمك وابوك، والخاين بيجري وابوك بيدي الحبل لعمك وبينط ورا الخاين وبيمسكه، وعمك بيسيب الحبل عشان ابوك يموت، بس بيتعلق في الصخره دي. فعمك بيتضايق وبيطلع السيف عشان يقطع الحبل، بس كتبه والحراس بيجوا فبيشد الحبل والحراس بيساعدوه وبيطلعوا باهوبالي. والخاين بيقول لهم ان ادى المخطوطات لمدينه الكلاكيا، وجيش الكلاكيا بيبقى كبير وبيكونوا اقوياء جدا، والملك بتاعهم بيكون مفتري، وبيخططوا عشان يدافعوا عن المملكه. وسيفا بتقول لكتبه قسم الجيش بالتساوي بين بالا وباهوبالي، وبتقول اللي هيقتل فيكم ملك الكلاكيا هيبقى هو ملك بهشماتي، وبيستعدوا للحرب. وكتبه بيبدا الحرب، وباهوبالي بيهجم بكل شجاعة وبيخلص على كتير من جيش الكلاكيا، وبالا بيتحمى في العربية دي وبيقتل كتير وهو ماشي. وابوه بيبقى فرحان، وبالا بيروح للملك بتاعهم فبيرميه بالمطرقة وبيكسر له العربية، بس بالا بيقوم وبيمسك سلاح وبيخبط له الفيل وبيوقعه، فبيقوم له وبيمسك المطرقة وبيضرب بالا، بس باهوبالي بيجي وبينط على كلاكيا وبيضربه، بس بيرمي على باهوبالي ناس كتير، بس باهوبالي بيطيرهم من عليه وبيقف زي الاسد، وبيضرب كلاكيا وبيوقعه على الارض وبيطير عليه وبيمسكه من دماغه، وبيسحبوا. وجنود كلاكيا بيشوفوه اتهزم بيهربوا كلهم، وبيكسبوا الحرب بفضل باهوبالي. وما بيرضاش يقتل كلاكيا وبيفتكر ان الملكه عايزه تعذبه الاول، بس بالا بيموته بيعصى اوامر الملكه، والحرب بتخلص وبيروحوا للملكه، والملكه بتعلن ان بالا قائد الجيش وباهوبالي ملك مهشماتي، والناس كلها بتفرح، بس بالا وابوه بيتضايقوا، وباهوبالي بيبقى رسميا للملك والشعب كله بيحييه. وكتبه بيخلص الحكايه وبيقول بس باهوبالي للاسف مات، وشيفا بيتصدم وبيقول ازاي كان بالقوه دي وحد قدر عليه وموته. فكتبه بيقول له انا الخاين اللي قتلته. وكده خلص الجزء الاول من الفيلم، بس لسه ما خلصش الفيلم. اعمل لايك واشترك في القناه عشان نخش على الجزء اللي وراه. سلام عليكم.